وعلى غير العاده وعكس كل المتوقع البيستاشيو قلب الموازين، طلع سيء جدا جدا جدا. اهلا بكم في الريفيو مع شوري، والنهارده ريفيو علي فيصل. سندوتشات البقاله واحده من الاختراعات اللي قلبت الدنيا اليومين دول، وانا مبسوط جدا اني مش هضطر اسافر اسكندريه اتكلم عن سندوتشات البقاله في القاهره، فمتروس علي ودود. وعلشان كده جينا متروس، وما تنساش اديني قلبك. وجينا لسندوتشات البقالي اللي عامله ترند اليومين دول، وانا مش فاهم الناس لسه مكتشفاها قريب ليه. وما اني شخص من الجماليه وافتخر بمنطقتي يعني، فالسندوتشات دي عندنا من زمن الزمن، يعني اي حد قاعد في الجماليه باب الشعريه العتبه الحته دي هيعرف السندوتشات دي، والسكالانس القشطه مع المربى مع الحلاوه. انتوا بس اللي جايين الدنيا متاخر شويه، لكن السندوتشات البقالي دي عندنا من زمان. غير ان هي منتشره في الاماكن بتاعتنا، هي انتشرت جدا في اسكندريه وعملت ترند جامد جدا. طبعا في براندات هناك اساميها معروفه، ولكن مش عاوزين نقول اسامي براندات عشان محدش يفضلها على حد يعني. اهلا بيكي في القاهره. ان ناس كتير بتقول حاول يا شوري تقول الاسعار عشان بنتفاجئ بالاسعار بعد كده بعد ما بيروح يقرا البلوجر. فانا هقول لكم ان اغلى سندوتش هنا هو البيستاشيو شوكولاته ب 35 جنيه. رينج الاسعار 30 جنيه 28 جنيه 20 جنيه، دي الرينجات الطبيعيه للسندوتشات كلها، مش هتزيد عن كده. ده الاسعار. اول حاجه معانا الفاهيتا اللانشون مشكل جدا. طبعا السندوتش بيبقى متروس حرفيا، فلازم البس جرافزات. بصراحه في الاول كنت خايف شويه كده عشان خاطر الاسعار طبعا زي ما انتوا عارفين، بس اكتشفت ان الخامات بتكون كويسه جدا، وبصراحه السندوتش بيكون طعمه حلو قوي. تعالوا نبدا باول سندوتش الا وهو فاهيتا لانشون. بس قبل ما نبدا خليكم فاكرين ان الاكل اذواق والسمك صحاب مش طواجن. حاسس ان انا داخل اعمل عمليه دلوقتي. النهارده معاكم الدكتور شوري، وهنبدا نريفيو الاكله دي. علشان اعمل لها ريفيو قعدت 6 سنين في طب. بهزر طبعا. سيبنا من اليخو بقى ونخش في المفيد. شكل السندوتش فعلا متروس. تعالوا نبدا بسم الله. الساندوتش متروس فعلا، طعمه لذيذ، العيش باين ان هو فريش، لكن طعم اللانشون مش افضل حاجه، يعني طعم اللانشون في العادي خالص. فتعالوا نخش في اللي بعده. الشيدر سايحه ميكس اللحوم. عايز اقول لكم بجد يا جماعه برده الساندوتش ده تحفه، ومن احلى السندوتشات في ميكسات اللحوم. لازم برده لما تروحوا هناك تجربوه، بيبظ جبنه حرفيا من كل حته. واللي بعده هو شيدر ميكس لحوم. قال ان الساندوتش ده بيبظ، فخلينا نشوف. يا نهار ابيض، الساندوتش بيبظ فعلا، الساندوتش بيبظ من كل حته حرفيا. تعالوا نلحق ندوق بقى بسم الله. الشيدر طعمها حلو قوي، سندوتش الشيدر جامد. انا محتاج اخد قطمه كمان. السندوتش ده المعنى الحرفي لجمله بيدوب في البق. هتاكل السندوتش مش حاسس ان انت اكلته، يعني تعمل كده هو بيدوب في بقك من كتر الشيدر اللي جواه. قبل ما اخلص بقى السندوتشات، الشيدر تاكله من هنا وانت مغمض على ضمانه شوري. تعال نخش في اللي بعده. اللي بعده معانا بقى يا باشا ميكس سي فود. السندوتش ده بقى قوي جدا، واللانشون اللي بيكون فيه ده لانشون جمبري، وطعمه مش وحش بصراحه. وده الميكس سي فود. انا راجل عاشق للسي فود، يعني محدش يهزر معايا في السي فود. لما نشوف بقى هو جامد ولا اي كلام. بسم الله. انا مش لسه قايل محدش يهزر معايا في السي فود. السي فود للاسف ما جاش، يعني اخر حاجه ممكن اطلبها في الاكل ده هو السي فود. تعال نخش في اللي بعده. هخش بقى اللي بعده يا باشا، وهو اقوى سندوتش انا جربته حرفيا من المكان ده، سندوتش الرنجه. وعايز اقول لكم يا جماعه انا بعشق حاجه اسمها رنجه، والرنجه اللي بتبقى محطوطه في السندوتش ده بجد بتكون تحفه. ده الرنجه. تعالوا نجرب الرنجه، واتمنى الرنجه ما تطلعش زي السي فود اللي قبلها. بسم الله. انا حاسس بزفاره الرنجه بس مش حاسس بطعمها. شفت اكياس الشيبسي اللي هو بيقول لك شيبسي بطعم الكباب مثلا؟ ما فيهوش كباب بس في طعم الكباب. هو ده الرنجه ده كده، سندوتش رنجه بس مش بالرنجه، هو في طعم الرنجه لكن هو ما فيهوش رنجه. طبعا انا ما طلبتش 21 سندوتش زي ما هو طلب، انا طلبت بس اجمد 4 سندوتشات هو قال عليهم. من الاجمد 4 سندوتشات انا طلعت بسندوتش واحد بس اللي هو الشيدر، وتقريبا عشان طعم الشيدر نفسه حلو، ولكن السي فود ما جوش خالص. والفاهيتا لانشون كويسه بس اللانشون اللي مش قد كده. فتعالوا نخش في الحلو. مبدئيا شكل البيستاشيو خطير، واللوتس كمان، وفي جرنشه لوتس كده فوق الوش شكلهم جامد، والكريمه مربى فراوله شكلها جامد. طبعا انا كان نفسي ابدا بالبيستاشيو، ولكن انا عندي خصله كده غريبه شويه، وهي ان لما بلاقي حاجه حلوه قوي بخليها اخر حاجه في اخر قطمه، علشان لو في اي حاجه بوظت الدنيا يبقى اخر حاجه هي احلى قطمه في بقي بعد ما بخلص على طول. فعلشان كده هركن البيستاشيو في الاخر. تعالوا نبدا بكريمه مربى فراوله. ده برده سندوتش كده بيكون كريمه عليها شويه مربى من فوق، الطعم بتاعه يا جماعه بيكون قوي جدا. السندوتشات متروسه فعلا. بسم الله. يخرب بيت جمال الفراوله. ايه ده؟ مربى الفراوله ولا كلمه، يعني انا عاوز اعمل كده وكلها لوحدها. انا مش عارف بيستخدموا نوع مربى فراوله ايه، وهل هي جاهزه ولا هم بيعملوها؟ لا بجد مربى الفراوله ولا كلمه، انت لازم تضرب دي، جامده جدا. تعالوا نخش في اللي بعده. حاسس ان انا هبدا اندم دلوقتي ان ركنت البيستاشيو في الاخر وبدات بيها علشان طعمها حلو، بس كويس ان انا سايب حته من الساندوتش، لو ما طلعتش اي كلام ارجع لها تاني.
راحت الحته اللي انا كنت ناوي اخليها في اخر الساندوتش، فهننهي بالبيستاشيو زي ما احنا. تعالوا نخش في اللوتس بقى. الساندوتش برده فيه كريمه ولوتس. عايز اقول لكم بجد يا جماعه السكريات فوق فوق فوق. اللوتس يا لهوي على البزازان، لغوصه بس. يلا نجرب بسم الله. صعب يعني قيم اللوتس، مفيش كلام. اللوتس تاكله وانت مغمض في اي حته، وشويه اللوتس المبشور اللي فوق الوش دول بيديك سن الكريسبي فوق الساندوتش ولا كلمه. تعال نخش في اللي بعده. انا مستني اهم حاجه الساندوتش الاخير اللي انتوا شايفينه تحت ده، وهو الساندوتش ده اللي بيكون فيه شوكولاته ومرشوش عليه من فوق صوص البيستاشيو. عايز اقول لكم بجد يا جماعه صوص البيستاشيو بتاعهم حرفيا خامته كويسه جدا. كل ما تبدا تريح هتلاقيني بقول لك يلا نصور على ده، مش عاوزك تنام مني، مصحصح على طول اجننك كده. تعال نخش بقى في اخر حاجه اللي هو البيستاشيو. والبيستاشيو بدا يسيح ويغرق الدنيا، حاسس ان هو هيبدا يغرق الطبق والاضواء اللي حواليه من كتر ما هو ايه سايح. حاسس ان انا بشيل مركبه. طب يا جماعه انا لقيت لكم الحل. انا على الزروطه دي وانتوا جايين فوتوا على اي فرن فينو ب5 جنيه فينو زياده، تيجوا تضربوا الساندوتش لوحده وتغمسوا في السندوتشات الباقيه. تعالوا نضرب البيستاشيو اخر حاجه ونشوف ايه الدنيا. بسم الله. تاكل منه قطمه وتروح تحلل سكر. وعلى غير العاده وعكس كل المتوقع البيستاشيو قلب الموازين، طلع سيء جدا جدا جدا. يعني ده انا بركن البيستاشيو في الاخر عشان اقول هو اجمد حاجه. انا راجل عاشق للفستق، يعني فستقاوي قديم. البيستاشيو اقل من العادي. كريمه مربى فراوله اجمد منه بكتير، واللوتس بعدها كمان جامد. البيستاشيو اقل حاجه موجوده. وكده يبقى خلصنا النهارده ترند الحلقات البقالي. ونحب نشكر كل الناس اللي بعتت لي ترشيحات وبتقول لي يا شوري الحق في ترند جديد طالع هنا روح جربه. وده كان الريفيو بتاعنا النهارده على علي فيصل. ما تنسوش تعملوا تاج لاصحابكم في الكومنتات اللي هتجربوا معاهم السندوتشات دي. طبعا لايك للفيديو كده كده، وقولوا لي في الكومنتات او ابعتوا لي على الانستجرام تحبوا الفيديو الجاي عن مين وفين. انا اوفر دوس الحلو هيموتني، ولكن ما اقدرش انساكم. وكالعاده لو ما حدش حل يومكم النهارده وقال لكم ان هو بيحبكم اطمنوا عليا علشان انا بحبكم.